السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتسمعوا الحلقه ديال اليوم حاولت ندير لكم واحد لا فيديو ديال اهم الاخطاء اللي كديريهم في حياتك ولا في النهار ديالك، اللي هما السبب علاش ما قادراش ديري حتى خطوه جديده في حياتك وعلاش ما قادراش تطوري. فنتمنى انك تتبعي الفيديو حتى الاخر، ونتمنى انك تستافدي منه وتستوعبي كاع هاد الهضره اللي غندوي عليها في هاد الفيديو. وإلا عجبك الفيديو ما تنسايش تدعميني بلايك وتشتركي في القناه وتضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي وكل جديد ديال الفيديوهات اللي كنحط. وغنخلي الانستغرام ديالي في البايو الا كنتي محتاجه نصائح، محتاجه لمن تعاودي بغيتي تهضري على شي موضوع اللي يعني كاتمه في الداخل ديالك وما لقيتيش لمن تعاوديه، فانا هنايا. اعتبريني اختك الصغيره، اختك الكبيره، اعتبريني اي واحد قريب ليك وعزيز عليك. وانسيري عندي الانستغرام، فولويني في الانستغرام وصيفطي لي ميساج واكيد غنجاوبك. والا بغيتي نصائح، بغيتي الراي ديالي في شي حاجه، اي حاجه غادي نعطيها لك ان شاء الله باش تستافدي منها. ودابا بلا ما نطول عليكم خليونا نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم. الوغ في هاد لا فيديو حاولت نجمع لك كاع الامور السلبيه اللي كديريهم في نهارك بطريقه مباشره ولا غير مباشره، اللي غيخليوك ديما اللور وما قادره ديري والو في حياتك، وما قادره ديري حتى شي تطور في حياتك، وكتحسي بلي الناس كيتطوروا وانت باقا في بلاصتك. امور اللي ما كتبانش لينا حنايا عن قرب ولا مباشره، ولكن كتدمر لينا حياتنا بواحد الشكل خطير وغير مباشر. وهذا الشيء بلا ما نردوا ليه البال. فاول حاجه غندوي عليها هي التاجيل. هاد النقطه بالضبط هي اللي غتخليك في بلاصتك وعمرك ما تقدري تطوري. ديما غتقولي غدا غنبدا، لا صافي حتى السيمانه الجايه، لا صافي حتى الشهر الجاي ونبدا. كتبقاي في واحد الدوامه ديال التاجيل، كيدوز عام كتلقاي راسك باقا في بلاصتك، وديك الساعه فين كتكتشفي الخطوره ديال التاجيل وكتستوعبي بلي حتى حاجه ما غادي تبدل الا بقيتي كتاجلي في المهام ديالك ولا في الاهداف ديالك. وهذا الشيء غيؤدي لفقدان الفرص والامكانيات ديالك. فاذا بغيتي تغلبي على هاد العاده الخايبه، اولا وقبل ما ديري اي مهمه في النهار ديالك، حاولي تجلسي مع راسك وبعدي من كاع الضغوطات والمشتتات، وفكري في الاهميه ديال هاد المهمه وباللي خاصك ديريها دابا واليوم قبل غدا. وحاولي تقسمي المهام ديالك لاجزاء، مثلا الاكثر اهميه للاقل اهميه. وحتى الا كانت مهمه اللي صعيبه وغدوز لك وقت بزاف، حاولي حتى هي تقسميها لانشطه صغيره وسهله انك ديريها باش ما تحسيش بالعجز والضياع. وحاولي ترخفي على راسك وياك تخدمي تحت الضغط والاختناق، حيت ثقي بيا راك ما غديري والو. وحاولي ترتاحي شويه الا حسيتي براسك عييتي وما قادراش تكملي. هذه هي افضل طريقه باش ديما تعاودي تجدي الطاقه ديالك والتحفيز ديالك باش تكملي داكشي اللي بديتي. ثاني حاجه ما غتخليك ديري حتى انجاز في حياتك هي عقليه الضحيه. فما حدك ديما كتشكاي وكتقولي لا انا مسكينه، وكيصحاب لك العالم كله ضدك ودماغك عامر بالافكار السلبيه. فديري في بالك انك عمرك تحلمي تطوري في حياتك وتولي قادره تحملي مسؤوليه الافعال ديالك. فدابا غتبدلي هاد العقليه، انت ماشي ضحيه وانت ماشي مسكينه، انت كديري هاد الشيء غير باش تكسبي الرأفه والمسانده ديال الناس ليك. اما الا بغيتي تولي مسؤوله على راسك ومستعده تطوري من راسك، فبدلي هاد العقليه بعقليه اللي ناضجه وواعيه بالمسؤوليه ديالها وما كتسناش الناس يشفقوا عليها، وشخصيه قويه وقادره تواجه كاع التحديات اللي غادي يجيو قدامها. حيت هاد العقليه والتصرفات ديال الضحيه في نظرك انت غتكسب الرأفة والشفقة ديال الناس، ولكن الناس غيشوفوك غير ضعيفة الشخصية وغيشوفوك ضحية بمعنى الكلمة. يعني هذيك القضيه ديال ان اي مشكل يطرا كتحاولي تخرجي راسك منه وما كتقدريش تحملي المسؤوليه وكتلبقي المشكل في الناس ولا في اللي معاك ولا اللي دايرين بيك، وكتبقي مثلا يعني مثلا تقولي لا الظروف لا هادي ولا مثلا الناس لا انا ما داروا لياش، ما عاونونيش، ما عطاونيش. ديك الهضره كلها حيديها من بالك. تعلمي تحملي المسؤوليه ديال الافعال ديالك وديال القرارات ديالك وديال حياتك. صافي، ما كاينش حد غيتحمل المسؤوليه بلاصتك. شي حاجه كتعلق بك انت كتعلق بك انت، وانت اللي خصك تحملي كامل المسؤوليه على داكشي اللي كيتعلق بك انت.
اما الناس خليهم ابار، الظروف خليهم ابار، داكشي ما عندوش دخل في الاختيارات ديالك اللي كتندمي عليهم من بعد وكتبقي تلصقيهم في حاجه اخرى. لا، هاد العقليه ديال الضحيه معنا ما نديرو بها. حنا بغينا نطوروا من راسنا، بغينا نزيدوا لقدام، بغينا نبنيو شخصيه قويه وكتقدري تحملي المسؤوليه وكتقدري تواجهي التحديات والصعوبات والازمات اللي كتواجهي في حياتك. وإلا كانت عندك شخصيه ديال الضحيه هادشي كله غينسيه اللي قلت لك دابا، هادشي كامل غينسيه. فانتي غتختاري دابا يا غتبقاي ديما كتكسبي في الرأفه والشفقه ديال الناس وكيشوفوك غير مسكينه وضحيه، وباللي العالم كله ضدك وما عطاكش العالم، ما عطاكش فرصه، والحياه ما عطاتكش وما دارش ليك، وانت هي اللي ضحيه في هادشي كامل. هادشي دابا ما بقينا من نديرو به، ونساي عليه هاد الشخصيه وهاد العقليه وبني شخصيه جديده قويه، وحاولي انك تراجعي نفسك اكثر. اما ثالث حاجه هي المحيط السلبي. الا كنتي في واحد المحيط سلبي وناس سلبيين دايرين بيك، فعندك الاختيار، يا اما غتبقاي في بلاصتك وغتستغرقي وقت اللي هو طويل ومجهود اللي هو كبير باش توصلي لاهدافك وتطوري من راسك، ولا الاختيار الثاني هو انك تختاري ناس ايجابيين ومحيط ايجابي. وخا يستدعي الامر انك تبقي غير بوحدك، المهم انك تتخلصي من اي مصدر ديال الطاقه السلبيه في حياتك. فحاولي دابا تراجعي راسك والمحيط ديالك وتشوفي الناس اللي في حياتك واللي فاش كتكوني معاهم كتحسي غير بالطاقه السلبيه. نعطيك مثال، مثلا عندك واحد صاحبتك انت وياها دايرين نفس التخصص في الجامعه، وهي ما عجبهاش داك التخصص وكتبقى تقول لك باللي هادشي صعيب وما نقدروش عليه واصلا انا ما غنكملش فيه. فهاد الافكار شويه بشويه غيبداو يتسللوا للعقل ديالك وتفكيرك. واخا انت تكوني مقتنعه انك بغيتي داك التخصص وبغيتي تكملي فيه في المستقبل ديالك، حيتاش كثرت التعليقات والاراء ما عندهم باش ينفعوك من غير انهم يشتتوك على الهدف ديالك ويزيد عندك داك التفكير الزائد، خاصه الا كانوا اراء وتعاليق اللي هما سلبيه ومن ناس سلبيه. داكشي علاش اختاروا الناس اللي كدوزوا معاهم الوقت ديالكم، حيت هاد الهضره غتستوعبيها من بعد ما يدوز وقت طويل وتلقاي راسك ما درتي والو في حياتك، وترجعي للسبب وتلقايه هو من المحيط ديالك السلبي. رابع حاجه غنهضروا عليها هي الخوف من الفشل. ديجا دويت على هاد النقطه من قبل وغنعاود ندوي عليها حيتاش مهمه بزاف. خاصك تعرفي بلي الفشل هو واحد الحاجه ضروريه للنجاح، وإلا بغيتي تنجحي خاصك تقبلي الفشل وبقيت تشوفي الفشل هو كمحاولات كتزيد توصلك من الهدف ديالك ومن النجاح ديالك. وتذكري ان الفشل ما هو غير درس غيعلمك وغيعطيك خبره وتجربه جديده باش تسهل عليك طريق النجاح. واخر حاجه هو انعدام الايمان. ثقي بيا، الا ما كنتيش ثقه في راسك بلي تقدري تحققي الاهداف ديالك فراه عمرك تقدري تحققيهم، واخا يكون عندك الامكانيات كلها باش تحققيهم، حيت السبب منك انت، حيت ما تيقاش في راسك وكتشوفي راسك باللي في المستقبل انت ما واصلاش لداك الشيء، ولا كديره في بالك ديك الفكره ديال ان ديك الحاجه صعيبه عليك ولا خاصك شحال وشحال وشحال. هاد العقليه غتخليك ديما اللور وكتحسي براسك ما كديري حتى شي خطوه او تغيير في حياتك. فحاولي تكوني صبوره شويه باش تشوفي النتائج ديال هذيك المثابره ديالك، واهم حاجه هي تامني براسك وبالقدرات ديالك وباللي حتى حاجه ما صعيبه عليك وتقدري ديري اي حاجه مادامك ثقه في الله وفي راسك، فراه ما يمكنش شي حاجه تحبسك. وصافي هكا نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم ديالنا. حاولت يعني نعطيكم غير هاد الاخطاء هاد العادات السلبيه بواحد الطريقه اللي مختصره بما امكن، غير باش ما نبقاش نكثر بزاف الهضره ونعطيكم اللاصق ونعطيكم داكشي اللي غتحتاجوه وداكشي اللي غتستافدوا منه. فنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واحد النسبه شويه ولا تكونوا استفدتوا نسبه كبيره من هذا الفيديو هذا، ويكونوا عجبكم النصائح اللي عطيتكم، وتكونوا فهمتوا بعض الاسباب اللي كيخليوكم ديما في بلاصتكم وعمركم ما كتقدروا انكم تغيروا. واخا كيدوز عام عامين 3 سنين كترجع الحياه كتلقاها باللي باقه كيف ما خليتيها من قبل واحد 3 سنين، يعني عمر شي تغيير ما دخل لحياتك وبقيتي في بلاصتك. فهادو هما من بين ابرز الاخطاء اللي كنديروهم في النهار ديالنا واللي ما كيبانوش لينا اغلبيتهم، ولا كيكونوا بطريقه غير مباشره وما كنلاحظوهاش، ولكن
وهما كيكون عليهم تاثير كبير على حياتنا وعلى مستقبلنا وعلى المسار ديال حياتنا. فحاولي عافاك تستوعبي الهضره اللي قلت لك في هذا الفيديو هذه. حاولت نعطيك المختصر باش تنتيا تسهل عليك، يسهل عليك الفهم والاستيعاب ديال هاد المعلومات هادو، ونتمنى انك تستافدي منهم وديري بهم. وشكرا لك بزاف على الاستماع ديالك. الا وصلتي حتى لهاد الوقيته من الفيديو نتمنى انك تشتركي في القناه، ديري لايك لا فيديو الا عجباتك، تابعيني في الانستغرام، غنخلي الكونت ديالي في البايو كيف ما سبق لي قلت لك في الاول ديال الفيديو. الا احتاجيتي لاي نصيحه يعني من اخت ليك، ولا بغيتي مثلا شي حاجه في الداخل ديالكم ما لقيتيش لما تعاوديها، انا هنايا. سيري عندي غير الانستغرام، صيفط لي ميساج، راه اكيد غنجاوبك، وراني اي واحد صيفط لي ميساج كنجاوبو. وصافي. الا احتاجيتي شي حاجه انا هنايا، خليو لي في لي كومونتير الافكار الا بغيتوني ندوي على افكار في الفيديوهات الجايه، مواضيع بغيتوني ندوي عليها بالضبط، ولا بغيتوني يعني نتطرق لشي حاجه بالضبط ونهضر عليها بالتفصيل، خليو لي اي حاجه بغيتوها في لي كومونتير. انا راه كنقرا كاع لي كومونتير ديالكم الزوينين، واكيد لي ميساج اللي كتصيفطوا لي في انستغرام حتى هما كنقراهم. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. بغيت نشكركم بعدا على 2000 متابع، صراحه فرحت بزاف حيتاش حسيت من التعاليق ديالكم ومن الدعم ديالكم ومن لي لايك، حسيت باللي فريمون بزاف ديال البنات كيدخلوا كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي وكيستافدوا منهم، وحسيت باللي يعني انا كنقدم واحد الحاجه اللي الاغلبيه محتاجها والاغلبيه كيستافد منها. يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم، وان شاء الله نزيد في المستقبل، نبقى نطور اكثر واكثر من هذا المحتوى هذا، وديما نجيب لكم افكار جديده، مواضيع جديده، نصائح جديده اللي غتستافدوا منها وغتعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم على الدعم ديالكم، ونقول لكم السلام عليكم، نشوفكم في الفيديو الجاي.